لو بتفكر في مسارك المهني بنفس طريقة التفكير بتاعت الناس من 10 سنين، فانت فايتك حاجات كتير. زمان الناس كان عندها طريقة تفكير واحدة، وهي ان انت تدخل مدرسة، تحاول تجيب درجات عالية، تحاول ان انت تلاقي شغل وتشتغل على نفسك عشان تترقى ومرتبك يزيد مع الوقت. دلوقتي اللعبة اتغيرت تماما. مسارك المهني وفرصة نجاحك فيه غير معتمد دلوقتي فقط على مهاراتك التقنية، ولكن كمان معتمد بشكل أساسي على مين عارفك. دلوقتي فكرة انك تبقى معروف على السوشيال ميديا هي العملة الجديدة، ومنصات التواصل الاجتماعي اللي بتعرض عليها شغلك بقت بمثابة السيرة الذاتية زمان. لو عملت فيديو واحد فيه قيمة فعلا بتفيد الناس، الفيديو ده ممكن يظهر لآلافات من الناس، والفيديو ده ممكن يجيب لك فرص وانت نايم. وده اللي ما بيقدرش يعمله السي في، لانك لازم تبعت السي في لشخص والشخص يبص عليه. عدد الاشخاص اللي ممكن يشوفوا السي في محدود جدا مقارنة بالفيديو اللي بتنشره، وممكن يوصل لالاف ومئات الالاف وممكن ملايين من الناس. فاكبر غلط ممكن تعمله انك تتعامل في 2025 كانك في 2010. المهارات التقنية مهمة جدا، وفكرة ان انت تاخد شهادات مهمة جدا، ولكن الليفرج كمان مهم جدا، وفكرة ان انت تسوق لنفسك مهمة جدا جدا. لو انت عندك خبرة مش عارف تسوق ليها ومش عارف تكسب منها فلوس، فانا عملت شيت. الشيت ده فيه الخطوات بالظبط اللي انت المفروض تعملها. فلو محتاج الشيت ده اكتب لي شيت في التعليقات، وهبعت لك اللينك بشكل مجاني.